ربنا يخليك يا رب يا أستاذة رشا ويبارك فيك يا رب وفي عيالك. زي ما وسعت رزقي يوسع رزقك يا رب إن شاء الله، ويفتح عليك 64 فروجة وست بحات النهاردة الجمعة 12/12، ووسع رزقك زي ما وسعت رزقي. دي شكرت العلف اهي، ربنا يفتحها عليكم زي ما فتحتوا علي. فاطمة قالت مش عايزة وجبات، ونادية قالت مش عايزة فلوس، عايزين نعرف نعيش من غير ما نقول لحد ادينا. شكرا ليك يا مدام رشا، وشكرا للاهل الخير، ربنا يبارك لك في اولادك يا رب. ربنا النبي لو اعرف ازغرت كنت زغرت لك يا اختي، بس ما عرفش ازغرت. أنا اللي قلبي بيزغرط من الفرحة يا فاطمة. أهلا بيكم في لقمة خير. لو عندك شغل سترك احمد ربنا، لو عندك ولد شقي ومغلبك احمد ربنا، ولو عندك فرشة ناعمة بتنام عليها انت في نعمة كبيرة، لو عندك طقمين وجزمتين ومش عاجبينك تعالى وشوف بقلبك. وادي دولابهم؟ مفيش دولاب اصلا. فاطمة ونادية ده حالهم ودي حياتهم، وبعزة نفس أهل الصعيد ما طلبوش إلا باب رزق يسترزقوا منه، وطلبوا نجيب لهم بط وكتاكيت، وقالوا ده كده رضا قوي. ألف شكر ليكي، ألف مليون شكر ليكي، ربنا يجعلك دايما في فعل الخير، اللهم أمين، يجعلك دايما في فعل الخير. طبعا احنا من الصعيد مش عارفين نتكلم، وشكرا ليكي والله، ربنا يبارك فيك يا رب ويكتر من أمثالك يا رب يا بنتي. وفي الختام مفيش ختام، في المكان ده في 100 فاطمة وفي 100 نادية، أملهم إنهم يتستروا هم وعيالهم وما يقولوش لحد ادينا، وكأنهم مهاجرين في الدنيا، وشعارهم دلونا على السوق وإحنا نشتغل، وإنتوا تجروا مع ربنا، ساعدوا اللي تعرفوه واللي ما تعرفوش، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أشوفكم على خير يا أهل الخير.